هو في اب او ام بيخطفوا عيالهم؟ للاسف انتوا عمركم ما سمعتوا ان الاب يعني اخد العيال اجازه شويه وفجاه الام بتكلمه فين العيال، يقول لها انا خلاص سافرت بيهم، شوفي مين اللي يجيب لك عيالك. او الام يبقى معاها العيال وتروح فجاه طايره بره مصر وانت ما تعرفش حتى تنفذ الرؤيه. عمركم ما سمعتوا الكلام ده؟ ليه كمان الموضوع ده موجود وكل يوم بنشوف البلاوي دي، خاصه الاباء اللي شغالين بره مصر. عايز يخلص من النفقة، عايز يخلص من الأحكام اللي عليه. طيب أنا هاجي بقى أستنى العيال بعد المدرسة أخطفهم وأطلع بيهم على مصر في خلال 24 ساعة، عقبال ما أنت بتدوري على عيالك تشوفيهم راحوا فين يكون هو سافر. عشان كده لازم نعمل منع من السفر. أنت عارفة إن جوزك أو طريقك شغال بره مصر معاه باسبور، حبيبتي روحي اعملي منع من السفر للعيال. انت عارف ان مراتك ممكن يجي لها في اي وقت عقد عمل، يجي لها اي وقت تاشيره او فيزا لاي بلد قريبها بره، الكلام ده كله اعمل منع سفر للعيال. ليه؟ انا المفروض بربي العيال في تربيه سويه. انت مش من حقك تحرميني من العيال، وانت كمان مش من حقك تحرمني من عيالي. ويا جماعه هم مش بياخدوا العيال حبا في العيال، لا هم عايزين يكسروا الطرف التاني لا اكتر ولا اقل. فما ينفعش، فلازم تعملوا منع للسفر للاطفال، لازم.